معروف إن الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان من المقربين جدا للرئيس الراحل أنور السادات، وكان بيشغل في عصره منصب وزير الأوقاف المصرية. أما السيدة جيهان السادات فكان ليها مواقف مع الشيخ الشعراوي مختلفة شوية. من أكتر المواقف دي موقف محاضرة سيدات الروتيري. القصة بتبدأ لما جيهان السادات كانت عايزة الشيخ الشعراوي يدي محاضرة في مؤتمر لسيدات الروتاري تحت رئاستها ورعايتها، ويتذاع في التلفزيون المصري. واللي ما يعرفش يعني ايه روتاري، الروتاري دي عبارة عن مجموعة أندية على مستوى العالم بتضم صفوة وأثرياء المجتمع، وبيكون هدفها خدمة الطبقات غير القادرة والفئات المحتاجة. يعني حركة تكافل اجتماعي عالمية وموجودة في معظم دول العالم. ولأن جيهان السادات باعتبارها سيدة مصر الأولى فكانت عايزة تدعم الدور النسائي في النشاط الروتاري، وكأسلوب دعاية ودعم وجلب لمزيد من النساء لنوادي الروتاري قررت تعمل مؤتمر يتذاع في التلفزيون، وطلبت من الشيخ الشعراوي إنه هو يدي محاضرة يتكلم فيها عن تشجيع الدين الإسلامي لدور المرأة في العمل الخيري والمجتمعي والإنساني. الشيخ الشعراوي حقيقة رحب جدا بالفكرة وقبل عرض السيدة جيهان السادات، بس اشترط عليها شرط واحد. ايه هو الشرط؟ علشان يدي المحاضرة اشترط عليها ان لازم كل الحاضرات يكونوا لابسين إشاربات، وده كان شرطه الوحيد. السيدة جيهان وافقت وتم الاتفاق على كده. وفي ميعاد المؤتمر جه الشيخ الشعراوي ودخل القاعة وتفاجئ بأن ولا واحدة حاضرة لابسة إشارب، وكمان معظمهم كانوا لابسين ملابس قصيرة اللي هي كانت موضة السبعينيات في الوقت ده. وبدون ولا كلمة رجع الشيخ الشعراوي لعربيته علشان يمشي. طبعا الموقف سبب حرج شديد جدا جدا للسيدة جيهان السادات، سواء أمام سيدات المجتمع أو أجهزة الإعلام اللي كانت حاضرة. حاول كذا حد من المنسقين والمقربين يقنعوا الشيخ بأنه يكون أكثر مرونة ويرجع، لكن موقفه كان ثابت على الرغم من بعض الإشارات إن الموقف ده سيغضب الرئيس أنور السادات شخصيا ويكون سبب في إفساد العلاقة بينهم. لكن الشيخ الشعراوي كان ثابت على موقفه ورافض تماما إن هو يرجع، وقال: لقد وعدتني السيدة جيهان بأنها ستجعل السيدات يرتدين الحجاب عند إلقاء محاضرتي، وها هي أخلفت وعدها. طبعا الكلام وصل للرئيس أنور السادات، وأكيد الكل كان متوقع إن الموقف ده هيسبب توتر في العلاقة بين الرئيس والشيخ. لكن في الحقيقة إن الرئيس السادات لم يتحدث مع الشيخ عن هذا الموقف أبدا، وتجاهله تماما ومر بسلام. رحم الله الجميع.